لو انت سينيور فيما فوق وعندك انترفيو، حاول على قد ما تقدر ما تتكلمش في الانترفيو على الفيجوالز ولا الارت دايركشن ولا التولز اللي انت بتستخدمها، لان مش هو دوت اللي محتاج ان هو يسمعه. هو اوريدي مكلمك عشان عارف ان الفيجوالز بتاعتك كويسه وشافها. في حاجات تانية بتبقى اهم الشركات محتاجه ان هي تسمعها ومحتاجه ان هي تطمن ان هي عندك، وهي ديت اللي هتميزك عن غيرك. الفترة الأخيرة ومع وجود ال AI الموضوع دلوقتي بقى سهل بالنسبة لناس كتير إن هي تقدم كي فيجوال، تقدم سوشيال ميديا بوست بسهولة من غير تعقيدات كتير. لكن مش هو دوت اللي هيميزك ما بينك وما بين غيرك. اللي هيميزك ما بينك وما بين غيرك الحلول اللي انت قدمتها في الشركات او الايجنسيز اللي انت اشتغلت فيها قبل كده. نقطة قوة بالنسبة لك في الانترفيو اللي انت تتكلم عليها. خلينا ندي امثلة. على سبيل المثال كلاينت مثلا كان محتاج ان هو يعمل اعلان على برودكت جديد هو منزله، وكان محتاج سوشيال ميديا بوست. انت اقترحت عليه ان احنا لا ممكن نعمل كامبين، والكامبين هتبقى احسن ليك وشكلها هيبقى بالمنظر دوت. كلاينت اقتنع واشترى فعلا منك الفكره ونفذها. ديت نقطه قوه بالنسبه لك ان انت قدرت تكبر السكيل بتاع ريكوست بتاع الكلاينت، وقدرت فعلا ان انت تبيعها له. من ناحيه التيم مثلا، من ناحيه التيم ان انت قدرت ان انت تعلم الجونيورز اللي موجودين سكيلز جديده، علمتهم AI مثلا ان هم يشتغلوا بيه ازاي، ودوت وفر وقت الايجنتس، وحتى الريكوست اللي بتترمي الكلاينت بقت تتسلم ان هي اسرع. كل ديت بالنسبه لك نقط قوه تقدر ان انت تتكلم عليها، هي ديت اللي هتميزك ما بينك وما بين كمان الناس اللي مقدمه على نفس الشغل اللي انت مقدم عليه.